اهلا بيكم وفيديو جديد. هنعمل مع بعض النهارده لقمه القاضي بابسط طريقه واظبط مقادير. هقولك على شويه تريكات كده او غلطات ممكن حضرتك تقعي فيها تبقي مش واخده بالك تبوظ الوصفه معاكي، علشان تتجنبيها وتطلع معاكي زي بتاعه بره واحلى كمان. يعني شكلها منتظم بدون اشكال غريبه وكمان مقرمشه لاخر حبه. يلا بينا ندخل على وصفتنا، بس ما تنسيش تاخدي زر اللايك في ايدك وانتي داخله وتشتركي في القناه. اول حاجه بنحضرها هي الشربات. عندي هنا 3 كوب من السكر، عليهم 2 كوب من الميه، والكوب اللي انا استخدمته مج الشاي الازاز العادي معياره 250 مللي. هضيف عليهم معلقه كبيره من عسل الجلوكوز بما يعادل 50 جرام. اذا مش متوفر هنخلي الشربات 3 كوب سكر على كوب ونص فقط من الميه. ما بقلبش خالص على البارد وبروح بيه على النار، وانا بستخدم العين الصغيره لما بعمل الشربات. بقلب كده في بدايه التسخين علشان السكر ما يبقاش متكتل كده في حته واحده، مجرد تقليب خفيف. واول ما بيغلي والسكر يدوب بنزل عليه بعصره نص ليمونه، وبخلي النار متوسطه، يعني بهديها من عاليه لمتوسطه، مش من عاليه لواطي خالص، لا لمتوسطه. وبسيبه ربع ساعه يغلي على النار لحد لما ياخد القوام المظبوط بتاعه. بعد كده بصبه في علبه او برطمان او اي حاجه، وبنزل عليه بباكت من الفانيليا وبقلبه وبسيبه كده. انا بعمل دايما شربات المقالي من قبلها بيوم يا جماعه، او تعمليه قبل ما تعملي الوصفه باقل حاجه 3 ساعات. فايده عسل الجلوكوز هنا بيمنع تسكير الشربات، بيدي لمعه حلوه للقمه القاضي، وكمان ما بيخليش الشربات يعني مجزع كده وتقيل. دلوقتي هنبدأ نحضر العجينة. خليط المواد الجافة عندي 2.5 كوب من دقيق المخبوزات بما يعادل 350 جرام. عندي كمان 70 جرام من الكورن فلاور النشا على بودرة كاسترد، الاتنين مع بعض. يعني انا خلطتهم على بعض بما يعادل 3.5 معلقة كبيرة هرمية من معالق الاكل او 70 جرام. اذا مش متوفر بودرة كاسترد خليهم كلهم نشا وما تضيفيش كاسترد، ولكن الكاسترد بيدي لون حلو كده، صفار خفيف للعجينة، بتفرق في لون لقمة القاضي في الاخر. هضيف عليهم 2 باكت من الفانيليا الباودر، وكمان باكت من الحليب البودر، وده اختياري، لو مش متوفر ما تضيفيش، بما يعادل 25 جرام. وكمان عندي كده حوالي ربع معلقة صغيرة من الملح 3 جرام، وعندي معلقة صغيرة معيارية ممسوحة من البيكنج باودر بما يعادل 5 جرام، او تلت الكيس اللي انت شايفاه دوت. الكيس دوت 16 جرام، خدي تلته. هقلب كده خليط المواد الجافة كله مع بعضه. عايزه اقول لك اول خطأ ممكن نقع فيه ان احنا نستخدم اي دقيق نعمل بيه لقمه القاضي. عايزه اقول لك لا، الدقيق اللي المفروض نستخدمه في لقمه القاضي المفروض يكون دقيق قوي، دقيق له عرق شديد، دقيق مخبوزات، علشان اول ما لقمه القاضي تنزل معاكي في الزيت اثناء التشكيل تكور على طول وما تعملش اشكال غريبه. بالنسبة لخليط المواد السائلة عندي كوب وربع من المية الدافية 315 جرام، عليهم معلقة كبيرة من السكر حوالي 20 جرام، وكمان باكت من الخميرة الفورية 10 جرام. هقلبهم كلهم كده مع بعض. عندي كمان هنا علبة صغيرة من الزبادي بما يعادل 60 جرام أو معلقتين كبار. ممكن نستبدل الزبادي ب 40 جرام او 3 معالق معياريه من معالق الاكل من الميه الدافيه عادي جدا، وممكن تستغني عن الزبادي عادي جدا. انا بعملها احيانا كده واحيانا كده. عندي كمان 4 معلقه كبيره من الزيت النباتي، اي زيت نباتي ملوش ريحه، بما يعادل 40 جرام. لو انا مش متاكده من الخميره بتاعتي بسيب الخليط اللي فات دوت لحد لما الخميره تتفاعل، ولكن لو انت متاكده من الخميره بتاعتك اشتغلي على طول زي ما انا اشتغلت. دلوقتي هنبدأ نعجن في العجينة بتاعتنا بسباتيولا. عايزة اقولك ان مرحلة العجن دي مهمة جدا، وده تاني خطأ ممكن نقع فيه، ان احنا ما نديش العجينة دي حقها في العجن. اخدمي العجينة بتاعتك كويس جدا، يعني اعجني فيها مدة ما تقلش عن 10 دقايق. بصي شكل العجينة قبل ما يعني نكمل مرحلة العجن او مدة العجن، وادي شكلها بعد ما خلصت مرحلة العجن، لحد لما تنعم تماما والقوام يبقى مطاطي بالشكل ده. تالت حاجة تاخدي بالك منها وهو قوام العجينة، ما يبقاش سائل قوي بحيث ان انت ما تقدريش تتحكمي فيها اثناء التشكيل، لان انواع دي بتختلف برضو. يعني انصحك ما تضيفيش كمية المية كلها، ضيفيها بالتدريج علشان تظبطي القوام، لان انواع الدقيق بتختلف بعضها عن بعض. هغطي العجينة بتاعتي وهسيبها يعني تخمر، وحجمها يتضاعف حوالي ساعة. بعد مرور ساعة حجمها كام شكلها كام بالمنظر اللي حضرتك شايفاه دوت. رابع حاجة عايزة اقولك عليها، ان انتي قبل ما تستخدمي العجينة دي وقبل ما تشكليها
لازم تهبطيها كويس جدا، يعني لازم العجينة بتاعتنا ترجع لشكلها الاولاني خالص قبل التخمير، مبقاش فيها فقاعات هواء كبيرة، لان دي بتأثر برضو على شكل لقمة القاضي في اثناء التحمير في الزيت. وهوريكي يعني حبتين كده انا عملتهم، كانت العجينة يعني فيها بابلز او اختمرت معايا تاني. المفروض ان انت قبل ما تشكلي لازم تهبطي العجينة كويس جدا. بالنسبة لمرحلة التشكيل أنا بشكل بكيس الحلواني اللي نستخدمه استخدام مرة واحدة دوت. انت بقى استخدمي الطريقة اللي تريحك، عايزة تلقمي بالمعلقة الصغيرة براحتك، ممكن تستخدمي برضو الماكينة بتاعت لقمة القاضي، اللي يريحك يعني في مرحلة التشكيل دوت استخدميه. أنا هوريكي طريقتي أنا الخاصة واللي أنا برتاح فيها شخصيا، وهي الكيس الحلواني. بتحطي بقى العجينه بتاعتك في الكيس، وبتقصي كده من تحت على حسب حجم لقمه القاضي اللي انت حباها كبيره او حباها صغيره، يعني لو كبيره كبري الفتحه، لو صغيره صغري الفتحه. عندي هنا زيت غزير، ولازم يكون زيت غزير للقمه القاضي. يسخن كده بنزل على طول بلقمه القاضي، ببل المقص في الزيت وبقطع العجينه بالشكل اللي انت شايفاه دوت. لو تلاحظي ان العجينه اول ما بتنزل في الزيت بتكور على طول يا جماعه، ده نتيجه لان الدقيق بتاعي دقيق قوي، وانا كمان خدمت العجينه كويس جدا اثناء العجن. وانت بتسوي لقمه القاضي بتفضلي كده تغطسيها في الزيت، لان هي خفيفه وبتعوم على وش الزيت علشان تستوي من كل الاتجاهات بنفس الطريقه. بس طبعا مش بتلمسي العجينه الا بعد لما تتشمع كده من الزيت وتاخد يعني تنشف كده معانا. تمام. احنا دلوقتي لو انت حباها عاديه مش مقرمشه اديها لون مره واحده وقاليه واحده وخرجيها وخلاص. ولكن لو انت حباها مقرمشه زي بتاعت بره بالظبط، طلعيها كده نص تسويه، وبعدين خليها تبرد تماما، وانزلي بيها في الزيت مرة تانية علشان تديكي القرمشة المطلوبة. عايزة اقولك كمان ان شوية النشا اللي احنا ضفناهم بيساعدوا جدا جدا في القرمشة، وكمان السكر اللي احنا ضفناه بيساعد ان لقمة القاضي بتاعتي تاخد لون بسرعة وتلون. عايزة اقولك ان لقمة القاضي اهي في الكيس معايا، من فترة للتانية كده بضغطها علشان برضو اخرج الفقاعات، لان هي برضو بمرور الوقت بتخمر تاني جوه الكيس، يعني الوقت لما بيعدي عليها بتخمر جوه الكيس، فمن وقت للتاني كده هبطيها وهي جوه الكيس علشان ما تعملش معاكي الشكل اللي انت هتشوفيه معايا دلوقتي، تبقى فقاقيع كده مليانه من جوه، حتى شكلها مش بيبقى احسن حاجه، بيبقى شكل كده جنب ناحيه شكله كويس، والجنب التاني بيبقى شكله بالمنظر اللي انت شايفاه دوت، وده شكل طبعا مش مستحب. فده نتيجه ان انت ما بتهبطيش العجينه كويس قبل ما تنزليها في الزيت. دلوقتي بقى عايزه اقول لك برضو لما تخرجيها خرجيها على صينيه كبيره زي ما انت شفتي كده، علشان ما ينفعش نحطهم على بعض علشان ما تطراش معايا. اثناء القليه الثانيه او التحمير الثاني بنسيب طبعا لقمه القاضي تبرد تماما تماما، وبعد كده بنحمرها في الزيت مره ثانيه. في المره دي بقى يعني عايزه اقول لك ان الزيت المفروض يكون يا اما بارد لما تنزلي بلقمه القاضي فيه، يا اما يكون حرارته وسط. ما ينفعش تخلي الزيت يوصل لدرجه الغليان ويغلي كتير وبعد كده تيجي ايه حاطه فيه او نازله بلقمه القاضي، هتبقع معاكي وشكلها هيبقى مش حلو. عايزه اقول لك كمان على ملحوظه تانية، في المرحله الاولانيه وانتي بتحمري ما تسحميش الطاسه، ولكن في المرحله التانية عادي خلاص كده لقمه القاضي اخدت شكلها واخدت قوامها وكل حاجه، فعادي لو عايزه تسحمي الطاسه وتنزلي كميه كبيره نزليها مفيش اي مشكله. بعد ما بتاخد معاكي اللون المظبوط، عايزاه غامق عايزاه فاتح براحتك خالص، يعني بتخرجيها على مصفى تصفي اي زيت زياده، وبعدين بتنزلي بيها في الشربات التقيل البارد اللي احنا عاملينه من قبلها ب3 ساعات او من قبلها بيوم، وبتسيبيها في الشربات كده حوالي 5 دقايق. عايزه اقول لك الشربات لقمه القاضي بيكون تقيل جدا زي العسل يا جماعه وبارد. ده شكلها شاربه الشربات ومقرمشه جدا، بصوا مقرمشه من بره ومن جوه طريه، يعني محققه المعادله الصعبه دي ان هي مقرمشه من بره ومن جوه طريه جدا، يعني طعمها في منتهى الجمال. لقمه القاضي من الحاجات اللي بتتقدم على طول، يعني ما ينفعش تعمليها وتركنيها لتاني يوم، بتتعمل في نفس اليوم. لو احنا في رمضان كل سنه وحضراتكم طيبين، تعمليها يعني قبل الفطار بشويه وتقدميها بعد الفطار، بتبقى في منتهى الجمال، حاجه كده جميله جدا جدا جدا. قرمشه كده، يعني اسمعي معايا صوت القرمشه كده. جربيها وان شاء الله يا رب تعجبكم. اتمنى تجربوا الوصفه طبعا وتكتبوا لي رايكم في الكومنتات.
وأشوفِك